قبل الجواز كان كويس. قال لي وعرفتي منين بقى؟ قلت له ضحكت كده، قلت له يعني اللي كنا يعني حاجات بتحصل، بس كنت حاسه ان هو يعني اسد يعني. قعد معايا بتاع نص ساعه، ساعه الا ربع، في الحدود دي مش اكتر. متخيلين؟ عنده 50 سنه وانا سماح عندي 22 سنه. لما جاب اخري يعني او خلص، طلعت على السلم وانا رجليا مش شايلاني، كان كل جسمي بيرتعش وما كنتش عارفه ومصدقه اللي حصل ده كان كانه حلم. بس حسيت كده ان انا مبسوطه وفايقه، وكان في حاجات كتيره كلها خلصت في الوقت ده. اتجوزت حسام كان جارنا في البيت اللي احنا ساكنين فيه، وعمه سعيد برضه كنت بحبه. طبعا بابا كان دايما يقول لي عمه، فاعتبرته فعلا ان هو اخو ابويا، عمي او عمه. وجارنا كنت زي ما تقولوا كده قصه حب من واحنا صغيرين. ولما كبرنا قرر ان هو يجي يتقدم لي بعد ما كون نفسه والحاجات اللي انتوا فاهمينها دي، وجي فعلا يتقدم لابويا. بابا قال له طيب نسال سماح، ضحك كده وقال له ماشي يا عمي، بس يعني اكيد هي موافقه. طبعا بابا ما يعرفش ان احنا بنحب بعض من واحنا صغيرين. اول ما جه وقال لي قلت له موافقه على طول من غير تفكير. بابا ابتسم كانه كده فهم ان في حاجه ما بيني وما بينه. هو فعلا الجوازه ما فيش، قعدنا بتاع شويه كده يمكن سنه مخطوبين. في خلال السنه دي كان بيجي لنا زيارات. طبعا انتوا فاهمين لما يكونوا اتنين بيحبوا بعض ويبقى المكان فاضي يعني او حد يقوم او كده، ايه اللي بيحصل؟ بصراحه كان بيحصل كتير قوي، بس في حدود ان انا بنت. واللي كان بيحصل قلت خلاص ده انا بقى لما اتجوز يعني هشوف حاجه كده. المهم عدت السنه وكونا شقه حلوه. كان هو واخد دور بيتبني فوق في نفس البيت اللي احنا ساكنين فيه، وخد شقه فيه وكونا نفسنا وجبنا العفش والحاجات ديت واتجوزنا. طبعا اول ليله كنت زي اي عروسه مستنياها بفارغ الصبر بعد اللي كان بيحصل ده كله يعني، فاكيد مستنيه الليله ديت. قعدت على السرير وقعد جنبي، قعد يطمني ويقول لي ما تخافيش يا سماح وانت احنا يعني. قلت له بقول لك ايه، على فكره يمكن الخوف مش قوي، انت فاهم ان احنا كنا بنحب بعض وياما حصلت ما بيني وما بينك حاجات، فانا صراحه مستنيه اليوم ده. انا مش خايفه ولا حاجه، انا بس عندي رهبه من اول يوم وكده، اتحمل المسؤوليه والحاجات ديت. المهم قبل ما نكمل قصتنا ما تنسوش تدعموا القناه، لو لسه ما اشتركتوش تشتركوا، ولو مش عايزين تشتركوا براحتكم مفيش اي مشكله، بس ارجوكم ما تنسوش لايك للقصه، يعني ابسط حاجه ممكن تقدموها لي. ويلا نشوف سماح عملت ايه في اليوم ده. طبعا بتقول طبعا بعد ما المواضيع جابت اخرها كمقدمات بتسخن عربيه يعني بيبقى في مقدمات كده حلوه ولطيفه في اليوم ده، يعني كأي واحد مش غشيم طبعا بيبقى عارف المواضيع دي. ومن هنا لهنا يمين شمال الدنيا مفيش، مش عايزه تقوم ابدا. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ من هنا لهنا برضه مفيش فايده، كان هيتجنن. قلت له على العموم معلش يا حبيبي عادي، يمكن احنا تعبنا في الفرح والكلام ده. قال لي لا ده احنا بكره هنتفضح، ده احنا بكره ايه، ده اهلي هيجوا يشوفوا واهلي كمان هقول ايه ومش ايه. طيب انا في حل بس يعني ما تزعليش من اللي انا هعمله. قال لي الحل التاني اللي هو يعني نظام الفلاحين وكده. طبعا انتوا فاهمين نظام الفلاحين، او يعني زمان في الفلاحين كانوا بيعملوا ايه في ليله الدخله البلد اللي بيقولوا عليها يعني. احنا طبعا كنت بسمع عنها بس عمري ما اتخيل ان انا هتحط في الموقف ده. قعدت افكر كده واقول له بس يعني الموضوع هيبقى صعب. قال لي ولا صعب ولا حاجه، مش احسن من القيل والقال وانت فاهمه يعني. قلت له يا سيدي ايه المشكله، ما حدش ليه حاجه عندنا. قال لي لا بس انا كده هزعل وهبقى متضايق، انت يرضيكي. وقعد يسيس فيا وكده لحد ما الموضوع تم ونمت زي ما تقولوا كده، كنت جايبه اخري. والموضوع عدى اول اسبوع وما فيش اي فايده، من يمين للشمال برضو ما فيش اي فايده. كنت هتجنن. عارفين كده لما المقدمات بتحصل وفجاه تختفي، طبعا بيبقى لازم تكمل بس بتكملش. مش عايزه اقول لكم يعني الواحده في الوقت ده تبقى عامله ازاي. اهو ده اللي حصل معايا، قعدت اسبوع بالعذاب ده لحد ما في يوم طبعا من قله النوم اللي انا ما بنامش، طبعا ما هو انا بفكر في حاجه ومش عارفه اطولها. قمت عشان اخد الدش بتاع كل يوم الصبح، لقيت الميه قطعت.
احنا عندنا الميه بتقطع، بس عمو سعيد ده هو اللي كان زي ما تقولوا كده مسؤول في البيت عندنا، بيبقى عنده كده خزان ودايما بننزل نملى من عنده. فما كنتش طايقه روحي بصراحه من الحر، وما رضيتش يعني اصحي جوزي، وقلت عادي بقى، احنا ورانا ايه ولا عروسه ولا بتاع. المهم نزلت فبخبط، ازيك يا سماح، ايه اللي منزلك يا بنتي، ده انت يعني لسه عروسه؟ قلت له عروسه ايه بس، انا كنت محتاجه ميه. عندك ميه طبعا؟ قال لي اه طبعا. قلت له بسال يعني على مراته كده، لان هم ما عندهمش اولاد. قال لي راحت السوق وبتاع ولسه نازله، عايزاها؟ قلت له لا، كنت عايزه بس افضل معاها بشويه. انا طبعا امي ما تعرفش اي حاجه، بس دي كانت بالنسبه لي اقرب ليا. المهم قال لي طيب خشي للميه، يمكن تيجي دلوقتي، بس هي احتمال تقعد لها شويه كده لانها لسه خارجه. المهم قلت له خلاص وكده. دخل ورايا الحمام وانا عمال املى في الجراكن الميه. قال لي امال فين جوزك يعني، بدل ما تشيلي انت وكده، مالك حلاوتي كده بعد الجواز؟ انت مالك كده ملفوفه كده، وايه اللي حصل لك؟ قلت له حلاوت الجواز؟ هو فين الجواز ده؟ قال لي لا ده الموضوع طويل بقى. هو ايه، العربيه ما بتقومش ولا ايه؟ قلت له كسفت كده وبصيت وسكت وبصيت في الارض، لقيته بيقول لي لا ده الموضوع عايز قعده، تعالي تعالي. ورحت خارجه من الحمام انا وهو وسبت الميه. قلت له والله عايز استشيرك في حاجه. قال لي قولي. قلت له حصل كذا كذا وانا لسه الموضوع حصل، بس حصل حاجه يعني اللي هي الدخله البلدي بتاعت الارياف وكده، لكن عنده كذا كذا، ما يكونش هو مربوط زي ما بنسمع. قال لي ايه الجهل ده، في حاجه اسمها كده؟ قلت له يعني ان هو قبل الجواز كان كويس. قال لي وعرفتي منين بقى؟ قلت له ضحكت كده، قلت له يعني اللي كنا يعني حاجات بتحصل، بس كنت حاسه ان هو يعني اسد يعني. قال لي والله مش عارف، بس الموضوع ده لو طول يبقى لازم تروحوا تكشفوا. قلت له هو مكسوف وكده، لان هو دايما يقول ما عنديش عيب، فما تعرف لناش يا اخي يفك لنا الموضوع ده. قال لي على العموم ممكن تروحوا تكشفوا الاول، بلاش جهل. قال لي بس انت يعني شكلك تعبانه ومش مرتاحه وحاسس ان انت محتاجه موضوع يخلص معاكي. بصراحه كان باين عليا طبعا الكلام والاسئله خلت الموضوع يعني زي ما انتم فاهمين بقى، الاحاسيس والمشاعر في الوقت ده. لقيته بيوريني وبيقول لي بس انت لازم يعني ايه، هو مش زي كده؟ اتخضيت، قلت له ده مش ربع كده كمان، بس ايه يا عم سعيد ده يعني ما ينفعش وما يصحش كده، وانا هقوم لازم امشي وكده. قال لي تعالي، ايه المشكله يعني؟ انت لسه عروسه جديده المهم على كنبه الانتريه قعدنا فتره لغايه ما حد كده ما تقولوا جيت الاخر يعني. ورحت قايمه لدرجه ان انا ما قدرتش اشيل الميه وانا طالعه، سبت الميه وسبت كل حاجه وبقيت ماشيه زي اعصابي مش شايلاني ولا رجلي وطلعت اترميت على السرير ورحت نايمه جنبه، مبسوطه في نفس الوقت لكن جوايا ذنب مش عارفه. وكل شويه اقول ما هو انا ايه لازم اطلق منه، لو ما فيش فايده يا اما هفضل في القرف اللي انا حصل ما بيني وما بين اللي حصل من شويه. فسماح بتقول اعمل ايه، غلطه، هي غلطه غلط وحرام وكل حاجه، بس انا مش عارفه ايه اللي يخليني استسلم. فانا بقول لسماح انت لو جوزك ملوش علاج تطلقي فورا. قبل الجواز كان كويس. قال لي وعرفتي منين بقى؟ قلت له ضحكت كده، قلت له يعني اللي كنا يعني حاجات بتحصل، بس كنت حاسه ان هو يعني اسد يعني. قعد معايا بتاع نص ساعه، ساعه الا ربع، في الحدود دي مش اكتر. متخيلين؟ عنده 50 سنه وانا سماح عندي 22 سنه. لما جاب اخري يعني او خلص، طلعت على السلم وانا رجليا مش شايلاني، كان كل جسمي بيرتعش وما كنتش عارفه ومصدقه اللي حصل ده كان كانه حلم. بس حسيت كده ان انا مبسوطه وفايقه، وكان في حاجات كتيره كلها خلصت في الوقت ده. اتجوزت حسام كان جارنا في البيت اللي احنا ساكنين فيه، وعمو سعيد برضه كنت بحبه. طبعا بابا كان دايما يقول لي عمو، فاعتبرته فعلا ان هو اخو ابويا، عمي او عمو. وجارنا كنت زي ما تقولوا كده قصه حب من واحنا صغيرين. ولما كبرنا قرر ان هو يجي يتقدم لي بعد ما كون نفسه والحاجات اللي انتوا فاهمينها دي، وجي فعلا يتقدم لابويا. بابا قال له طيب نسال سماح، ضحك كده وقال له ماشي يا عمي، بس يعني اكيد هي موافقه. طبعا بابا ما يعرفش ان احنا بنحب بعض من واحنا صغيرين. اول ما جه وقال لي قلت له موافقه على طول من غير تفكير. بابا ابتسم كانه كده فهم ان في حاجه ما بيني وما بينه. وفعلا الجوازه ما فيش، قعدنا بتاع
شويه كده، يمكن سنه مخطوبين. في خلال السنه دي كان بيجي لنا زيارات. طبعا انتوا فاهمين لما يكونوا اتنين بيحبوا بعض ويبقى المكان فاضي يعني، او حد يقوم او كده، ايه اللي بيحصل؟ بصراحه كان بيحصل كتير قوي، بس في حدود ان انا بنت. واللي كان بيحصل قلت خلاص، ده انا بقى لما اتجوز يعني هشوف حاجه كده. المهم عدت السنه وكونا شقه حلوه. كان هو واخد دور بيتبني فوق في نفس البيت اللي احنا ساكنين فيه، وخد شقه فيه وكونا نفسنا وجبنا العفش والحاجات ديت واتجوزنا. طبعا اول ليله كنت زي اي عروسه مستنياها بفارغ الصبر بعد اللي كان بيحصل ده كله يعني، فاكيد مستنيه الليله ديت. قعدت على السرير وقعد جنبي، قعد يطمني ويقول لي ما تخافيش يا سماح وانت حنا يعني. قلت له بقول لك ايه، على فكره يمكن الخوف مش قوي، انت فاهم ان احنا كنا بنحب بعض وياما حصلت ما بيني وما بينك حاجات، فانا صراحه مستنيه اليوم ده. انا مش خايفه ولا حاجه، انا بس عندي رهبه من اول يوم وكده، اتحمل المسؤوليه والحاجات ديت. المهم قبل ما نكمل قصتنا، ما تنسوش تدعموا القناه لو لسه ما اشتركتوش، تشتركوا، ولو مش عايزين تشتركوا براحتكم مفيش اي مشكله، بس ارجوكم ما تنسوش لايك للقصه، يعني ابسط حاجه ممكن تقدموها لي. ويلا نشوف سماح عملت ايه في اليوم ده. طبعا بتقول طبعا بعد ما المواضيع جابت اخرها كمقدمات سخن عربيه بيبقى في مقدمات كده حلوه ولطيفه في اليوم ده، يعني كأي واحد مش غشيم طبعا بيبقى عارف المواضيع دي. ومن هنا لهنا يمين شمال الدنيا مش عايزه تقوم ابدا. ايه ده، ايه اللي بيحصل؟ من هنا لهنا برضه مفيش فايده، كان هيتجنن. قلت له على العموم معلش يا حبيبي عادي، يمكن احنا تعبنا في الفرح والكلام ده. قال لي لا، ده احنا بكره هنتفضح، ده احنا بكره ايه، ده اهلي هيجوا يشوفوا واهلي كمان هقول ايه ومش ايه. طيب انا في حل، بس يعني ما تزعليش من اللي انا هعمله. قال لي الحل التاني اللي هو يعني نظام الفلاحين وكده. طبعا انتوا فاهمين نظام الفلاحين، او يعني زمان في الفلاحين كانوا بيعملوا ايه في ليله الدخله البلدي اللي بيقولوا عليها يعني. احنا طبعا كنت بسمع عنها بس عمري ما اتخيل ان انا هتحط في الموقف ده. قعدت افكر كده واقول له بس يعني الموضوع هيبقى صعب. قال لي ولا صعب ولا حاجه، مش احسن من القيل والقال وانت فاهمه يعني. قلت له يا سيدي ايه المشكله، ما حدش ليه حاجه عندنا. قال لي لا بس انا كده هزعل وهبقى متضايق، انت يرضيكي. وقعد يسيس فيا وكده لحد ما الموضوع تم ونمت زي ما تقولوا كده، كنت جايبه اخري. والموضوع عدى اول اسبوع وما فيش اي فايده، من يمين للشمال برضه ما فيش اي فايده. كنت هتجنن. عارفين كده لما المقدمات بتحصل وفجاه تختفي، طبعا يبقى لازم تكمل بس بتكملش. مش عايزه اقول لكم يعني الواحده في الوقت ده تبقى عامله ازاي. اهو ده اللي حصل معايا، قعدت اسبوع بالعذاب ده، لحد ما في يوم طبعا من قله النوم اللي انا ما بنامش طبعا، ما هو انا بفكر في حاجه ومش عارفه اطولها. قمت عشان اخد الدش بتاع كل يوم الصبح، لقيت الميه قطعت. احنا عندنا الميه بتقطع، بس عمو سعيد ده هو اللي كان زي ما تقولوا كده مسؤول في البيت عندنا، بيبقى عنده كده خزان ودايما بننزل نملى من عنده. فما كنتش طايقه روحي بصراحه من الحر، وما رضيتش يعني اصحي جوزي وقلت عادي بقى، احنا ورانا ايه ولا عروسه ولا بتاع. المهم نزلت فبخبط ازيك يا سماح، ايه اللي منزلك يا بنتي، ده انت يعني لسه عروسه. قلت له عروسه ايه، بس انا كنت محتاجه ميه. عندك ميه طبعا؟ قال لي اه طبعا. قلت له بسال يعني على مراته وكده لان هم ما عندهمش اولاد. قال لي راحت السوق وبتاع ولسه نازله عايزاها. قلت له لا، كنت عايزه بس افضل معاه بشويه. انا طبعا امي ما تعرفش اي حاجه، بس دي كانت بالنسبه لي اقرب ليا. المهم قال لي طيب خشي من الميه يمكن تيجي دلوقتي، بس هي احتمال تقعد لها شويه كده لانها لسه خارجه. المهم قلت له خلاص وكده. دخل ورايا الحمام وانا عمال املى في جراكن الميه. قال لي امال فين جوزك يعني، بدل ما تشيلي انت وكده، مالك حلاوتي كده بعد الجواز، انت مالك كده ملفوفه كده وايه اللي حصل لك؟ قلت له حلاوت الجواز، هو فين الجواز ده؟ قال لي لا ده الموضوع طويل بقى. هو ايه، العربيه ما بتقومش ولا ايه؟ قلت له كسفت كده وبصيت وسكت وبصيت في الارض، لقيته بيقول لي لا ده الموضوع عايز قعده، تعالي. ورحت خارجه من الحمام انا وهو وسبت الميه. قلت له والله عايز استشيرك في حاجه. قال لي قولي. قلت له حصل كذا كذا وانا لسه الموضوع حصل، بس حصل حاجه يعني اللي هي الدخله البلدي بتاعت الارياف وكده، لكن عنده كذا كذا، ما يكونش هو مربوط زي ما بنسمع. قال لي ايه الجهل ده، في حاجه اسمها كده؟ قلت له يعني ان هو قبل الجواز كان
كان كويس. قال لي وعرفتي منين بقى؟ قلت له ضحكت كده، قلت له يعني اللي كنا يعني حاجات بتحصل، بس كنت حاسه ان هو يعني اسد يعني. قال لي والله مش عارف، بس الموضوع ده لو طول يبقى لازم تروح تكشفه. قلت له هو مكسوف وكده، لان هو دايما يقول ما عنديش عيب، فما تعرف لناش يا اخي يفكنا الموضوع ده. قال لي على العموم ممكن تروح تكشفه الاول، بلاش جهل. قال لي بس انت يعني شكلك تعبانه ومش مرتاحه وحاسس ان انت محتاجه موضوع يخلص معاكي. صراحه كان باين عليا طبعا الكلام والاسئله خلت الموضوع يعني زي ما انتوا فاهمين بقى، الاحاسيس والمشاعر في الوقت ده. لقيته بيوريني وبيقول لي بس انت لازم يعني ايه، هو مش زي كده. اتخضيت، قلت له ده مش ربع كده كمان، بس ايه يا عم سعيد ده يعني ما ينفعش وما يصحش كده، وانا هقوم لازم امشي وكده. قال لي تعالي، ايه المشكله يعني، انت لسه عروسه جديده المهم على كنبه الانتريه قعدنا فتره لحقنا حد كده ما تقولوا جيت الاخر يعني. ورحت قايمه لدرجه ان انا ما قدرتش اشيل الميه وانا طالعه. سبت الميه وسبت كل حاجه وبقيت ماشيه زي اعصابي مش شايلاني ولا رجلي وطلعت اترميت على السرير ورحت نايمه جنبه، مبسوطه في نفس الوقت لكن جوايا ذنب مش عارفه. وكل شويه اقول ما هو انا ايه لازم اطلق منه لو مفيش فايده، يا اما هفضل في القرف اللي انا حصل ما بيني وما بين اللي حصل من شويه. بس انا بتقول اعمل ايه، غلطه هي غلطه غلط وحرام وكل حاجه، بس انا مش عارفه ايه اللي خلاني استسلم. فانا بقول لسماح انت لو جوزك ملوش علاج تطلقي فورا. قبل الجواز كان كويس. قال لي وعرفتي منين بقى؟ قلت له ضحكت كده، قلت له يعني اللي كنا يعني حاجات بتحصل، بس كنت حاسه ان هو يعني اسد يعني. قعد معايا بتاع نص ساعه، ساعه الا ربع في الحدود دي مش اكتر. متخيلين؟ عنده 50 سنه وانا سماح عندي 22 سنه. لما جاب اخري يعني او خلص طلعت على السلم وانا رجليا مش شايلاني، كان كل جسمي بيرتعش وما كنتش عارفه ومصدقه اللي حصل ده كان كانه حلم. بس حسيت كده ان انا مبسوطه وفايقه، وكان في حاجات كتيره كلها خلصت في الوقت ده. اتجوزت حسام كان جارنا في البيت اللي احنا ساكنين فيه، وعمه سعيد برضه كنت بحبه. طبعا بابا كان دايما يقول لي عمه، فاعتبرته فعلا ان هو اخو ابويا، عمي او عمه. وجارنا كنت زي ما تقولوا كده قصه حب من واحنا صغيرين. ولما كبرنا قرر ان هو يجي يتقدم لي بعد ما كون نفسه والحاجات اللي انتوا فاهمينها دي، وجي فعلا يتقدم لابويا. بابا قال له طيب نسال سماح، ضحك كده وقال له ماشي يا عمي، بس يعني اكيد هي موافقه. طبعا بابا ما يعرفش ان احنا بنحب بعض من واحنا صغيرين. اول ما جه وقال لي قلت له موافقه على طول من غير تفكير. بابا ابتسم كانه كده فهم ان في حاجه ما بيني وما بينه. وفعلا الجوازه ما فيش، قعدنا بتاع شويه كده يمكن سنه مخطوبين. في خلال السنه دي كان بيجي لنا زيارات. طبعا انتوا فاهمين لما يكونوا اتنين بيحبوا بعض ويبقى المكان فاضي يعني او حد يقوم او كده، ايه اللي بيحصل؟ بصراحه كان بيحصل كتير قوي، بس في حدود ان انا بنت. واللي كان بيحصل قلت خلاص ده انا بقى لما اتجوز يعني هشوف حاجه كده. المهم عدت السنه وكونا شقه حلوه، كان هو واخد دور بيتبني فوق في نفس البيت اللي احنا ساكنين فيه، وخد شقه فيه وكونا نفسنا وجبنا العفش والحاجات ديت واتجوزنا. طبعا اول ليله كنت زي اي عروسه مستنياها بفارغ الصبر بعد اللي كان بيحصل ده كله يعني، فاكيد مستنيه الليله ديت. قعدت على السرير وقعد جنبي، قعد يطمني ويقول لي ما تخافيش يا سماح وانت احنا يعني. قلت له بقول لك ايه، على فكره يمكن الخوف مش قوي، انت فاهم ان احنا كنا بنحب بعض وياما حصل ما بيني وما بينك حاجات، فانا صراحه مستنيه اليوم ده. انا مش خايفه ولا حاجه، انا بس عندي رهبه من اول يوم وكده، حمل المسؤوليه والحاجات ديت. المهم قبل ما نكمل قصتنا ما تنسوش تدعموا القناه، لو لسه ما اشتركتوش تشتركوا، ولو مش عايزين تشتركوا براحتكم مفيش اي مشكله، بس ارجوكم ما تنسوش لايك للقصه، يعني ابسط حاجه ممكن تقدموها لي. ويلا نشوف سماح عملت ايه في اليوم ده. طبعا بتقول طبعا بعد ما المواضيع جابت اخرها
كمقدمات سخن عربيه بيبقى في مقدمات كده حلوه ولطيفه في اليوم ده، يعني كأي واحد مش غشيم طبعا بيبقى عارف المواضيع دي. ومن هنا لهنا يمين شمال الدنيا مفيش، مش عايزه تقوم ابدا. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ من هنا لهنا برضه مفيش فايده. كان هيتجنن. قلت له على العموم معلش يا حبيبي عادي، يمكن احنا تعبنا في الفرح والكلام ده. قال لي لا، ده احنا بكره هنتفضح، ده احنا بكره ايه، ده اهلي هيجوا يشوفوا واهلك، طب انا هقول ايه ومش ايه. طيب انا في حل، بس يعني ما تزعليش من اللي انا هعمله. قال لي الحل التاني اللي هو يعني نظام الفلاحين وكده. طبعا انتوا فاهمين نظام الفلاحين، او يعني زمان في الفلاحين كانوا بيعملوا ايه في ليله الدخله. الدخله البلد اللي بيقولوا عليها يعني. احنا طبعا كنت بسمع عنها بس عمري ما اتخيل ان انا هتحط في الموقف ده. قعدت افكر كده واقول له بس يعني الموضوع هيبقى صعب. قال لي ولا صعب ولا حاجه، مش احسن من القيل والقال وانت فاهمه يعني. قلت له يا سيدي ايه المشكله، ما حدش ليه حاجه عندنا. قال لي لا بس انا كده هزعل وهبقى متضايق، انت يرضيكي. وقعد يسيس فيا وكده لحد ما الموضوع تم ونام. ونمت زي ما تقولوا كده، كنت جايبه اخري. والموضوع عدى اول اسبوع وما فيش اي فايده، من يمين للشمال برضه ما فيش اي فايده. كنت هتجنن. عارفين كده لما المقدمات بتحصل وفجاه تختفي، طبعا بيبقى لازم تكمل بس بتكملش. مش عايزه اقول لكم يعني الواحده في الوقت ده تبقى عامله ازاي. اهو ده اللي حصل معايا. قعدت اسبوع بالعذاب ده لحد ما في يوم، طبعا من قله النوم اللي انا ما بنامش طبعا، ما هو انا بفكر في حاجه ومش عارفه اطولها. قمت عشان اخد الدش بتاع كل يوم الصبح، لقيت الميه قطعت. احنا عندنا الميه بتقطع، بس عمو سعيد ده هو اللي كان زي ما تقولوا كده مسؤول في البيت عندنا. بيبقى عنده كده خزان ودايما بننزل نملى من عنده. فما كنتش طايقه روحي بصراحه من الحر، وما قدرتش ما رضيتش يعني اصحي جوزي. وقلت عادي بقى، احنا ورانا ايه، ولا عروسه ولا بتاع. المهم نزلت فبخبط ازيك يا سماح، ايه اللي منزلك يا بنتي، ده انت يعني لسه عروسه. قلت له عروسه ايه، بس انا كنت محتاجه ميه. عندك ميه طبعا؟ قال لي اه طبعا. قلت له بسال يعني على مراته وكده لان هم ما عندهمش اولاد. قال لي راحت السوق وبتاع ولسه نازله عايزاها. قلت له لا، كنت عايزه بس افضل معاه بشويه. انا طبعا امي ما تعرفش اي حاجه، بس دي كانت بالنسبه لي اقرب ليا. المهم قال لي طيب خشي للميه يمكن تيجي دلوقتي، بس هي احتمال تقعد لها شويه كده لانها لسه خارجه. المهم قلت له خلاص وكده. دخل ورايا الحمام وانا عمال املى في جراكن الميه. قال لي امال فين جوزك يعني، بدل ما تشيلي انت وكده، مالك حلاوتي كده بعد الجواز، انت مالك كده ملفوفه كده، وايه اللي حصل لك؟ قلت له حلاوت الجواز، هو فين الجواز ده؟ قال لي لا ده الموضوع طويل بقى. هو ايه، العربيه ما بتقومش ولا ايه؟ قلت له كسفت كده وبصيت وسكت وبصيت في الارض، لقيته بيقول لي لا ده الموضوع عايز قعده، تعالي تعالي. ورحت خارجه من الحمام انا وهو وسبت الميه. قلت له والله عايز استشيرك في حاجه. قال لي قولي. قلت له حصل كذا كذا وانا لسه الموضوع حصل، بس حصل حاجه يعني اللي هي الدخله البلدي بتاعت الارياف وكده، لكن عنده كذا كذا، ما يكونش هو مربوط زي ما بنسمع. قال لي ايه الجهل ده، في حاجه اسمها كده؟ قلت له يعني ان هو قبل الجواز كان كويس. قال لي وعرفتي منين بقى؟ قلت له ضحكت كده، قلت له يعني من اللي كنا يعني حاجات بتحصل، بس كنت حاسه ان هو يعني اسد يعني. قال لي والله مش عارف، بس الموضوع ده لو طول يبقى لازم تروحوا تكشفوه. قلت له هو مكسوف وكده لان هو دايما يقول ما عنديش عيب، فما تعرف لناش يا اخي فكرنا الموضوع ده. قال لي على العموم ممكن تروحوا تكشفوا الاول، بلاش جهل. قال لي بس انت يعني شكلك تعبانه ومش مرتاحه وحاسس ان انت محتاجه موضوع يخلص معاكي. صراحه كان باين عليا طبعا الكلام والاسئله خلت الموضوع يعني زي ما انتوا فاهمين بقى، الاحاسيس والمشاعر في الوقت ده. لقيته بيوريني وبيقول لي بس انت لازم يعني ايه، هو مش زي كده. اتخضيت قلت له ده مش ربع كده كمان، بس ايه يا عم سعيد ده يعني ما ينفعش وما يصحش كده، وانا هقوم لازم امشي وكده. قال لي تعالي ايه المشكله يعني، انت لسه عروسه جديده المهم على كنبه الانتريه قعدنا فتره لحقنا حد كده ما تقولوا جيت الاخر يعني. ورحت قايمه لدرجه ان انا ما قدرتش اشيل الميه وانا طالعه. سبت الميه وسبت كل حاجه وبقيت ماشيه زي اعصابي مش شايلاني ولا رجلي وطلعت اترميت على السرير ورحت نايمه جنبه مبسوطه في نفس الوقت، لكن جوايا ذنب مش عارفه. وكل شويه اقول ما هو انا يا لازم اطلق منه لو ما فيش فايده، يا اما هفضل في القرف اللي انا حصل ما بيني وما بين اللي حصل من شويه. بس انا بتقول اعمل
اعمل ايه؟ غلطه غلطه، هي غلطه غلط وحرام وكل حاجه، بس انا مش عارفه ايه اللي يخليني استسلم. فانا بقول لسماح انت لو جوزك ملوش علاج تطلقي فورا.